السلام عليكم. اليوم راح أسوي لكم نوتيلا. عندي هنا كوب من السكر حبيبات. خليت كوب واحد من السكر وراح أضيف كوب واحد من الزيت بنفس القياس. سكر، كوب من الكاكاو الخام، يكون الحلو مو المر، لأن المر راح يصير النوتيلا مرة وطعمها جدا مو طيب. أنصحكم تحطون إنه الكاكاو الحلو تاخذوه من أبو الأسواق تقولوله أريد الكاكاو الحلو، انتو راح تعرفوا من ريحته. إلا ريحته حلوة يعني هذا الحلو، ويصير لونه أطوخ من هذا المر. تحطون نفس القياس الشكر والزيت وطبعا والكاكاو، وحليب سائل لازم بارد، نخليه بارد مو حار ولا دافي، بارد ونفس القياس. وهسه راح اخلطها كلها قدامكم لحد ما يدخل كل القوام. نسوي النوتيلا بالبيت أطيب وأنظف. طبعا احنا على نظافتنا بالبيت أحسن من المعامل. مالت المحلات تكون أطيب وأحلى وأنظف. هنا بدت تدخن عندي مثل ما تشوفون. تنفع للمعجنات، الحلويات، الكيك البارد. نوفر فلوسها لأنه العلبة مالتها ب5 وب4، كنا نسويها بالبيت. هنا شوفوا القوام شلون تخنت، شوفوا قوامها يخبى. احنا الذقل نريده يصير طبعا اخليه بالثلاجة تدخن اكثر وتبرد. هاي سويتها قبل التصوير وهاي سويتها وياكم، راح اتجانسها كلها. شوفوا ثخنها يعجب. هسه راح افرغها بعلبة واحطها بالثلاجة، راح تبرد اكثر وتعطينا الثقل اللي نريده احنا. راح تدخن طبعا، ما راح تبقى بهاي الخفية. صارت تجنن. هاي نقدر نحط لها بندق او اي نوع مكسرات، متوفرة عادي، سووها هيجي سادة.